السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. بنحضر حاجات لرمضان. تعالوا نعمل طريقة جلاش سهلة قوي، مش هتاخد وقت، وبعد الفطار طعمها تحفة. في بولة حضرت نص كوباية من البندق، نص كوباية من اللوز، نص تقريبا كوباية كاملة من السوداني المجروش. طبعا كله انا دقاه او عاملاه مطحون نص طحنة كده، اللي هو مش ناعم قوي. وبعد كده حطيت كوباية من السيرم ده اللي هو العسل اللي بنسقي بيه الحلويات بتاعتنا، وقلبتها كويس جدا. عندي لفة من الجلاش، ابتديت اخد كل ورقة من الجلاش اقطعها 4 تربع. طبعا الورقة هاخد منها ورقتين على بعض عشان ما تبقاش خفيفة قوي، يعني هخلي ورقتين على بعض، هاخد ورقتين ورقتين وابتدي احشيهم الحشوة اللي انا حضرتها. هحشيها زي ما انتم شايفين. بصوا سهلة جدا، لفت معايا وطرالت معايا بسرعة جدا، مخدتش وقت. وهبتدي دلوقتي احضر بايركس عشان خاطر ارصهم فيها. بعد ما خلصت الكمية اللي عندي كلها هرصهم في البايركس. وعندي نص كوباية من الزبدة، عليها 3 معالق كبار من الزيت، حطيت عليهم رشة من البيكنج باودر، ودهنت كل الجلاش اللي انا رصيته في البايركس زي ما انتم شايفين. دهنته كويس جدا، وحضرت عندي الفرن على درجة حرارة 180 رف وسط، وهبتدي ادخل الجلاش. طبعا كل فرن بيختلف عن التاني. هتبتدي تتابع الجلاش لغاية ما ياخد لون حلو، اللون الذهبي الفاتح، مش هغمقه قوي علشان ما يمررش معايا. بعد ما هطلعه من الفرن زي ما انتم شايفين، عندي السيرم بتاعه انا كنت محضراه وسيبته لما يهدى خالص، اللي هو عباره عن كوبايه من السكر، كوبايه من الميه، عليهم عصره من الليمونه. بعد ما بيغلوا بديهم رشه من الفانيليا، وزينته كده بشويه فستق صغيرين. وده كان شكله طعمه تحفه، طريقه اسرع منها مفيش، وجميله جدا لبعد الفطار. كل سنه وانتم طيبين.